عايز تعمل فلوس جامده جيلك ما بيعملهاش، ايه الثمن اللي هتدفعه من مجهودك، من تفكيرك، من تغيرك واستعدادك ان انت تتغير لحاجه افضل في مخك مش في فلوسك. مخك الاول تغير طريقه تفكيرك وطريقه مفاهيمك وتستحمل ان انت هتسمع مقاومه من الناس التقليديه وهيتعبوك ويضايقوك لغايه لما توصل انك تنجح. ولو انت مستني تشجيع من اللي حواليك عشان تبدا خطوه، صدقني مش هيشجعوك غير لما تنجح. الناس في الاول بتقاوم الشخص اللي بيحاول يتغير وبيحبطوه لان هم مش عايزين يتعبوا نفسهم ويبقوا شبهه. ايه الاسهل لي، اقاومك واحبطك ولا اتغير وابقى زيك؟ لا، الاسهل اقاومك واحبطك. الناس بتعمل ده من غير ما تاخد بالها. فلو انت مستني تشجيع اللي حواليك عشان تعمل خطوه تخليك تنجح، انا انصحك بلاش. خد خطوه حتى لو مفيش حد بيشجعك عليها، طالما مدروسه وسالت ناس محترفه قالوا لك هي دي الصح، وسالت ناس ناجحين في الحاجه اللي انت رايحها وقالوا لك هي دي الصح، اتحرك. لانه النجاح مش بيجي للناس مستنيه المجتمع، النجاح ما بيجيش لردود الافعال، النجاح بيجي لاصحاب الافعال. حد صاحب مبادره، حد صاحب خطوه اولى، حد هو اللي بيتحرك، فالناس بعد كده هي اللي هتمشي وراه. ارجع للشخص اللي دعاك، ما تستناش لما هو اللي يكلمك، لا ارجع له، لانه هو مش مصلحته ان هو يبيع لك باقه وخلاص، لا هو عايزك تنجح لان نجاحك من نجاحه. فارجع للشخص اللي دعاك، اتكلم معاه، اطلب منه معلومات اضافيه، اطلب منه يفهمك اكتر، وبالتوفيق للكل.